يستمر الحصار المفروض على مدينة كوباني من قبل الحكومة المؤقتة ومسلحيها لليوم 34 في ظل حلول شهر رمضان مع انعدام المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية بما فيها الغذاء والمحروقات والأدوية وحليب الأطفال، إضافة إلى انقطاع كامل في خدمات المياه والكهرباء، تزامنا مع الحصار الخانق والوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه مئات الآلاف من أهالي المدينة إلى جانب النازحين والمهجرين إليها. ووصلت قافلة مساعدات تضم 17 شاحنة محولة بمواد إغاثية وطبية وحليب أطفال إلى كوباني. وقدم هذه القافلة أهالي جنوب كردستان بالتعاون مع القناة الثامنة وبالتنسيق مع جمعية ميزوبوتاميا التي أشرفت على نقلها إلى المدينة بعد أن حالت الحكومة المؤقتة دون وصولها في الوقت المحدد. حيث عرقلت الحكومة المؤقتة وصول القافلة إلى المدينة المحاصرة من خلال منعها من العبور في البداية، لكن بفضل جهود مكثفة وتواصل مستمر مع الجهات المعنية في روج آفا والحكومة المؤقتة وإصرار جمعية ميزوبوتاميا، وبعد مساع حثيثة ومتابعات استمرت لفترة من الزمن، تمكنت القافلة من الدخول مع ساعات الفجر الأولى وسط مسار مطول وصعوبات متعمدة، بدلاً من نقلها بشكل مباشر من الحسكة إلى كوباني. وسلمت القافلة للجهات المعنية في إدارة كوباني لتوزيعها على الأهالي، حيث حملت الشاحنات 17 نحو 450 طناً من المواد الإغاثية والطبية، إضافة إلى سلل غذائية وحليب وحفاضات أطفال وكميات من الأرز وأغطية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها المدينة.